انا طالع على ايطاليا دلوقتي. سلام يا صاحبي. سلام سلام. واحده من الحلويات الرسميه اللي في ايطاليا اللي بياكلوها حاجه كده شبه ايه بالمناسبه احنا راكبين العربيه بتاعته، يعني اللي هو مديها الكوكو واختها الفتره اللي احنا قاعدينها يعني هنا لحد ان شاء الله اخر الاسبوع ده. عربيه سيتروين. العربيه بجد عامله حاجات مختلفه جدا جدا. هو اولا عندهم ولا تلبس حزام ولا حاجه زي عندنا في مصر كده بالحب يعني، ولكن بصوا الفتيس بتاعه فين. الفتيس ورا ايده، شايفين ده كده؟ ده الفتيس. هو معروف يعني الفتيس اللي بيبقى جنب الدريكسيون بيبقى عامل زي الدراع بتاع المساحه كده، ولكن الفتيس في العربيه دي الدريكسيون كده هو فوق، يعني بيجي كده وكده فوق، فاهم انت؟ يعني اللي هو مش بالجنب، فاهمين قصدي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين التكييف ورا، هنا مفيش تكييف ولا هنا، تكييف هنا اهو. يعني هي عادي فيها نفس الحاجات اللي موجوده في اي عربيه، ولكن محطوطه في حاجات غريبه، اللي هو عارف انت بتبقى تكون عايز مميز، تكون انت مميز يعني بتعمل حاجه مميزه فكده يعني. بجانب العربيه فيها حاجات جامده كده مثلا زي للاكل، كأنك قاعد في طياره او في اتوبيس بالظبط. حاجه كده سريعه في وسط الفيديو، انا عايز اوريكم الدريكسيون بتاع العربيه سيتروين دي عامله ازاي. الدريكسيون بتيجي تحول ده بس اللي بيلف، ده ما بيلفش خالص، ده غير الشاشه اللي جوه خالص دي انا كده لامسها تقريبا مسافه جوه قد كده. ده غير التكييف هنا لما تشغله. يعني العربيه فيها نفس الانظمه بتاعت اي عربيه عادي، ولكن هم عاملينها بطريقه غريبه قوي. بجانب حاجه كمان كده، الساعد اللي جنبك ده غريب شويه. بصوا المسافه تحت لحد ايه. العربيه غريبه من كل ناحيه، فعليا من كل ناحيه. يعني الدريكسيون حاطينه في النص، طب انا هطلعه لك في السقف فوق، هو حاجه شبه كده تقريبا يعني. النهارده تاني يوم، احنا دلوقتي بنلبس ورايحين البحر عشان هم مستعجلين او انا لسه ماسك الكاميرا حالا. المهم يعني هو في حاجه هنا، في حاجات الواحد المفروض ياخد باله منها، الا وهي الواحد ما ياخدش معاه حاجات غاليه جدا تسيبها في العربيه او على الشط لو انت هتسيب كل حاجه وتنزل تعوم، علشان معظم الحاجات دي بتتسرق. العربيات ساعات بتتكسر في المنطقه اللي احنا فيها، يعني قريب من نابولي كده حوالي نص ساعه. علشان كده انا هسيب الكاميرا هنا، ولكن اليوم النهارده ما فيهوش حاجه مميزه قوي غير احنا رايحين على البحر نقعد مثلا 4-5 ساعات ولا حاجه. هنقابل العيله بالليل، عيله باباها يعني، علشان نروح ناكل كلنا مع بعض بيتزا. اخيرا ان شاء الله هناكل النهارده بيتزا اللي انا نفسي اكلها من ساعه ما جيت، عشان طبعا انتوا عارفين البيتزا الايطالي اصلا ليها حاجه، يعني ليها دماغ تانية خالص. الشجره دي شجره تين. طب انا خدت الكاميرا معايا الصغيره وبناخد لفه في الدوف او القريه بتاعتهم اللي هم عندهم بيت فيها، يعني تعرفني على العيله وكده. جو جميل، حياه حلوه للي بيحب الهدوء والكوره والحاجات دي. انا مش واحد منهم. وقفه سريعه في السوبر ماركت، بنجيب شيبسي وحاجات ناخدها معانا على البحر، عشان من غير الشيبسي برضه على البحر مش هينفع. بس طبعا يعني هنا مملكه المكرونه تقريبا، الى ما لا نهايه مكرونه. الحاجه الوحيده لازم اعترف بيها بجد في ايطاليا هنا، يعني الاسعار عندهم خرافيه اقسم بالله. 3 كنزات بيبسي مثلا مع ازازه ميه في المانيا هيعملوا تقريبا بالفند اللي هو بتاع الريسايكلينج اللي انت بتاخده بعدين، يعني لو لغيناه هو تقريبا 25 سنت. فالثلاث كنزات مع ازازه ميه في المانيا، يعني انا هقول على ارخص حاجه بجد، ارخص حاجه قوي 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 تبقى 2 يورو في 4 8 يورو تمنهم، تمام. ومعظمهم ساعات ما يكونش عليهم الفند او بتاع الريسايكلينج ده. هنا في ايطاليا احنا دافعين في الاربعه دول 2 يورو ونص من 8، يعني فرق 5 يورو ونص. فالاسعار بجد رهيبه جدا. بقول لك البيتزا المارجريتا ب 4 يورو، اللي عندنا ب 8 و9. في ايطاليا وانت ماشي طبعا الجبال حواليك في كل حته، مش في ايطاليا يعني في المدينه اللي انا قاعد فيها طبعا، يعني ما زورتش اي مدينه ثانيه في ايطاليا لسه، ولكن في نابولي او كل القرى اللي حوالين نابولي يعني على بعد نص ساعه ولا حاجه، وانت ماشي في كل حته حتى في نابولي الجبال حواليك في كل حته، بجانب طبعا الجبل اكيد شفتوه في الفيديو بتاع امبارح. احنا واقفين في مكان كده المفروض قريب من المكان اللي احنا رايحينه البحر، علشان هم مش عارفين المكان فين فبيبصوا في النافيجيشن يعني. انا برجع بظهري مش دراماتيك افكت ولا حاجه، بس هجيب العربيه هنا عشان في مكان فاضي هنا، في مكان فاضي هنا، في مكان فاضي هنا، واحنا راكنين فوق على اول الشارع. علشان ايه؟
شايفين الطلعه اللي انا بطلعها دي؟ ما نطلعهاش بعد البحر عشان هنكون ميتين. الطلعه دي حوالي مثلا ايه 80 متر كده، 100 متر. نجيب العربيه تحت احسن. اوكي حاليا احنا على البحر، مفيش اي اكشن جديد يعني غير استرخاء، هدوء تام جدا. عمنا شويه وانا هنام شويه دلوقتي. 5 ساعات او 6 تقريبا، 6 ساعات خلصنا على البحر. ودلوقتي انا بتكلم ليه كده؟ عشان شايل حاجات كتير قوي، فانا مش عارف امسك الكاميرا عدل اصلا. ما علينا، هنطلع البيت نغير وبعد كده بيتزا بيتزا بيتزا. I'm ready. دلوقتي رايحين بقى ايه؟ نقابل قرايب كوكو. هم تقريبا على بعد يعني 10 دقايق من هنا، ولكن المكان اللي احنا رايحينه علشان ناكل معاهم فيه يعني ما اعرفش هو فين. يعني هم كوكو واختها اصلا ما يعرفوش احنا رايحين فين لسه. اوكي اخيرا وصلنا. يس انا جعان فحت. بجد اجمد بيتزا هتدوقها في حياتك، حاجه خرافيه. بص حتى العجينه بتاعتها عامله ازاي. كوكو طالبه بالكوسه، الورق بتاع الكوسه. وانا طالب واحده بالسلمون اللي هو اللاكس، وواحده بالجبنه البارميزان والجرجير وكده. معموله نص. البيتزا دي مش على الطريقه بتاعت نابولي، انما على طريقه مدينه اسمها ساليرنو. ايه الفرق بقى؟ ان العجين نفسه متحمص من تحت علشان لما تعمل كده، علشان لما تتنيها كده من قدام عمرها ما تبقى طريه، متحمصه من تحت. يعني من الاخر عشان تقدر تاكل البيتزايه كده. اسمها ساليرنو.